تعالوا بصوا ايه اللي حصل معايا النهارده الصبح. زي عادتي وان انا كل يوم قبل ما بشغل العربيه ببتدي اعمل تشيك على الميه والزيت بتوع العربيه، وجيت بفتح النهارده القربه بتاعت الميه وببص عليها واتفاجئ ان القربه ما فيهاش ميه خالص. طب ما فيهاش ميه ليه؟ الميه ديت راحت فين او اتسربت ازاي؟ اقول لك مش موضوعي ومش مهم دلوقتي، بس المهم بالنسبه لي دلوقتي ان انا ما ينفعش امشي بالعربيه غير لما يبقى فيها ميه. عشان كده مهم جدا ان انا كل يوم قبل ما بشغل العربيه لازم اعمل تشيك على الميه والزيت بتوع العربيه عشان اتاكد ان فعلا منسوب الميه كامل ولا مش كامل. انا هنا ايه التصرف اللي المفروض اعمله؟ المفروض ان انا ابتدي اجيب ميه وازود القربه لغايه ما توصل للمستوى الطبيعي بتاعها عشان اقدر ان انا اشغل العربيه وامشي بيها. طبعا لو كنت شغلت العربيه في البدايه من غير ما اشوف موضوع الميه ده كان الحراره هتعلى مني جامد وممكن يحصل مشكله كبيره في الموتور والعربيه كانت هتعطل مني. فعشان كده مهم جدا ان انت كل يوم الصبح قبل ما بتشغل العربيه تعمل تشيك على الميه وعلى الزيت وتتاكد فعلا ان الميه بتاعتك كويسه وان الميه واصله للمنسوب الطبيعي بتاعها. طيب السؤال هنا اللي انا كنت عايز اساله لكم بقى، انا دلوقتي لو كنت مشيت بالعربيه وفعلا العربيه كانت سخنت مني ومنسوب الميه كان فعلا قليل، كان ايه التصرف بقى اللي انا المفروض اعمله؟ كنت ممكن ازود ميه عادي زي ما زودتها دلوقتي، ولا ما كانش ينفع ان انا ازود ميه، ولا لازم ازودها بطريقه معينه؟ مستني رايكم والكومنتات بتاعتكم عشان نشوف ايه التصرف السليم، عشان لو حصل مع حد فيكم في يوم من الايام يعرف ازاي يتصرف صح في العربيه.